هتيجوا بقى اقول لكم على طريقتي اللي بجد ما بقدرش اغيرها بقالي سنين. هنعمل تشيكن برجر بطريقه سهله ونظيفه وكمان اقتصاديه، والطعم ما اقولكوش بقى ولا اروع من كده. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما ابدا وصفتي، انا اسمي مروه. متنسيش تشتركي في الصفحه والقناه وتفعلي جرس التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك اشعارات بوصفاتي دايما. عملت معاكم العيش الكايزر يا جماعه في الفيديو اللي قبل كده. تعالوا بقى بينا نعمل تشيكن برجر، والفيديو اللي بعد كده هنعمل البيف برجر بطريقة فعلا خطيرة هتدمنوها بعد كده. في الكبة بتاعتنا هنحضر كيلو من صدور الفراخ او البانيه. تمام، بقطعها قطع بالشكل ده وببتدي ان انا افرمها كويس جدا مع تفل بصلايه متوسطه، يعني بشيل منها الميه بصفيها كويس جدا. في المرحله دي بضيف كمان معلقتين من الصويا صوص لو متوفره، وكمان معلقه كبيره محترمه من المستردة. بضرب كويس جدا معلقة كبيرة من الملح، الكزبرة الجافة، البابريكا، ونص كوباية من البقسماط المطحون، وكمان معلقتين من الزيت. واعجني بقى على قد ما تقدري. عايزة اللحمة تتسمغ معانا كأنها عجينة بالظبط عشان تكون سهلة التشكيل معانا. ده بيكون شكلها. التشكيل بتاعنا سهل وبسيط جدا. لو مش موجود مكبس البرجر تقدري تعمليه في غطا برطمان او علبه من بتاعه الجبنه المثلثات، وعملتها معاكم في فيديوهات كتير قبل كده. بحضر بس اكياس بالطريقه دي بقطعها وببتدي اعمل كوره. شايفين متسمغه جدا، عمرها ما هتفك منكم ابدا. تبداي ان انتي تضغطيها وتحطي كيس كمان وتضغطي بالمكبس، هتطلع معاكي مظبوطه جدا. ده بيكون شكلها بالظبط. في المرحلة دي تقدري ان انتي على فكرة تسويها خلاص بنقطة زيت على النار وتشتغلي فيها. بس انا الحقيقة التشيكن برجر بالنسبة لي بيكون مميز غير البيف شوية. بحب ان انا اعمله في كفر، هقولكوا عليه دلوقتي. هخلص الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة، وبين كل واحدة وواحدة 2 من البلاستيك. تمام. في طبق بقى فيه بيضاية وفيه كمان نص كوباية من الحليب وعليها رشة ملح وفلفل، والطبق التاني فيه بقسماط مفيهوش اي حاجة خالص. بدخلها الاول في خليط السائل وبعد كده في البقسماط، وبنفس الفكرة بحطهم فوق بعض بينهم اكياس. في المرحلة دي تقدري ان انت تشيليها في الفريزر وتطلعي على التحمير. الزيت يكون غزير ويكون سخن جدا وتنزلي بيها بالشكل ده، وبعد كده تخلي النار وسط. في المرحلة دي ببتدي بقى اقطع بصلاية متقطعة شرايح عايزة كرملها. انا بحبها في الساندوتشات بس ما بحبش طعم البصل يكون ظاهر فيها. ده بشكل البرجر بالظبط، خطير، حلو جدا على فكرة. البصل معانا الكرمل بالطريقه دي ببتدي اطلعه. في المرحله دي بقى البصل ما بيديش طعم البصل اللاذع قوي او بيبقى يعمل ريحه او كده، لا بيكون طعمه لطيف جدا. في نفس الطاسه اللي اشتغلنا فيها البصل ببتدي اطلع كايزر اللي احنا عملناه مع بعض المره اللي فاتت، بفتحه بالطريقه السهله قوي دي. شايفين خطير ازاي؟ وببتدي ان انا احمصه، والخطوه دي مهمه جدا. اولا التحميص ده بيديله طعم كده خطير، ثانيا بيحافظ عليه على طراوته، ما يطراش كده ويبقى مايمة في نفسه كده من الصوصات اللي هنحطها، يبقى ماسك نفسه كده وحاجة كده محترمة. عارفين كده زي اللي بيجيبوها من احلى المحلات وانضف كمان. ببتدي افتحه بالشكل ده، بحط على الاتنين شويه بقى من الحاجات اللي انا بحبها. انا بحط المستردة والمايونيز والكاتشب واقلبهم على بعض. حطيت كمان كابوتشا من تحت، وبعد كده حطيت التشيكن برجر وحطيت البصل، ولو عايزه كمان شرايح من الخيار المخلل تقدري تحطي. الترتيب بتاعك انتي. ولو عايزه كمان شيز برجر تحطي، بس انا ما كانش متوفر عندي. حطيت في دي كمان شريحه من فوق من الطماطم. زي ما قلت لك ده اختياري وبتاعك انتي. بخلص الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه. حلوة قوي يا جماعة. والبصل ده حكاية خطير، طعمه فعلا بيودي كده ساندوتش في حتة تانية خالص. خلصنا الساندوتش الجامد ده، وطبعا حلاوته في ايه؟ حلاوته في العيش اللي عملناه مع بعض قبل كده. قطني وهش وخطير، وانصحكم تشوفوا الفيديو. فعلا فاتكم كتير قوي لو لسه مشفتوش الفيديو بتاع العيش. من الحاجات الحلوة قوي اللي لازم تجربوها. التشيكن برجر ده بحتفظ بيه بأي كمية في الفريزر وبطلع على التحمير. سهل وبسيط جدا. والعيش برضو شرحه، عاملة كمية بشيلها في أكياس في الفريزر وبطلع على الاستخدام. عايزة افتحها لكم من جوه وبتشوفوا قد ايه خطيرة. طراوة مش طبيعية. تشيكن برجر ده يا جماعه من الحاجات اللي الاطفال كلها بتحبها، حتى الكبار كمان. بطلوا بقى تشتروا الحاجات دي من بره واعملوها لاولادكم في البيت، هتكون سهله وبسيطه وكمان موفره. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.